السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ النهاردة هنعمل بسكوت بالفول السوداني والقرفة. اي بسكوت عندك في البيت ممكن تشتري بسكوت. دلوقتي هنفرم الفول السوداني حوالي ربع كيلو او المقدار اللي انت عايزة تعمليه. كده احنا فارمين البسكوت الفول السوداني، وهنفرم البسكوت معاه. حقيقي طعمه حلو، جربته قبل كده. كده حاطين البسكوت مع بعضه والفول هنحط معلقتين قرفة، وهنبدأ بقى نقلب كله مع بعضه، هنمتزج كله مع بعضه. هنحط قيمة ربع كوباية عسل نحل. لو ما عندكيش عسل نحل هناخد عسل السيرب اللي هو عسل الكنافة التقيل، هناخد ربع كوباية. وبرضه هنقلب لغاية ما كله يتمازج مع بعضه. وهنحط معلقتين سمنة، وهنبدأ بقى نشتغل بإيدينا علشان عايزينها تسمغ مع بعض. لو احتاجتي تاني عسل حطي عسل. هنا انا ما احتاجتش، هبدأ اقلبها وهبدأ اعملها زي الصوابع. هجيب بقى الخلة او عصاية الايس كريم. تمام. هبدأ دلوقتي اسمغها في ايدي عشان اقدر اشكلها. ببدأ كده اشكل زي صوابع الكفتة بالظبط، واحط فيها الخلة او خلة السنان او خلة الايس كريم او عصاية الايس كريم. تمام. ما فيش عصاية ايس كريم ممكن اعملها حبات او كور زي ما انت عايزة، ممكن تشكليها زي ما انت عايزة. بعد كده هندخلها التلاجة، هتقعد من ساعة لساعتين. ممكن تعمليها من قبل كده براحتك. كده انا عملتها برضه اهو تاني. كده هي دي الكمية اللي معايا عملتها، دخلتها التلاجة. وهبدأ اجيب شوكولاتة اسيحها في الميكروويف. ما عندكيش ميكروويف اعمليها على حمام مائي، حطي فيها معلقتين زيت. بعد كده ببدأ احط البسكوت. بصراحة طعمها حلو قوي بجد، وممكن تاكليها من غير شوكولاتة لو ما حدش بيحب الشوكولاتة، بس ما فيش حد مننا ما بيحبش الشوكولاتة. بصراحة طعمها جميل جدا، اتمنى ان انت تعمليها وهترجعي تحطيها في التلاجة، وممكن تقدميها مع ايس كريم.